السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وتكونوا في احسن الاحوال، ومع فيديو جديد ووصفه جديده. وصفتنا اليوم ان شاء الله وصفه اللي جل الموائد المغربيه كتحضر ليها في هذا الوقت هذا. وغادي نشارك معكم طريقتي لتحضير السفوف او السلو او التقاوت، كيبقى على حساب كل واحد وكيفاش كيعطيه الاسم ديالو. وهاد السنه هادي اكيد ان شاء الله غيكون الجديد بالنسبه للطريقه ديال تحضير السلو او السفوف. ففي كل سنه يعني كنزل معكم وصفه فكتكون مغايره على الوصفه اللي سبق. فهاد السنه هادي ان شاء الله غنشارك معكم بعض الاسرار اللي غادي تخلي السلو ديالك يجي معلك، تجي فيه واحد البنه، وغادي تجي فيه واحد اللذه، وغادي يجي فيه المذاق ديال الزميته. فخليكم معايا لاخر الفيديو باش تكتشفوا معايا هاد الاسرار هادي. ملي كنتكلموا على الزميصه، فكيف كتعرفوا ان الزميصه كتحتوي على واحد العدد كبير من انواع الحبوب ومن الاعشاب، وطريقه القلي ديال هاد الحبوب هذا كتكون طريقه خاصه، يعني ماشي بنفس الطريقه اللي كنقليو بها اللوز او الزنجلان بالنسبه للسلو. لهذا قلت لكم هاد الصفوف هادو ان شاء الله غادي تجي فيهم اللذه ديال الزميصه. غادي ندوزو باش نشوفوا طريقه التحضير. هنا كيف كتشوفوا معايا اول عنصر اللي هو الزيت. بالنسبه لهذا الزيت هو اللي قليت فيه اللوز هنايا كنقليه في الزيت بارده. كيف كتشوفوا مجرد ما كنحطوا الزيت في هذيك الكاسرول اللي غادي نقليو فيها الزيت، اللي غنقليو فيها اللوز عفوا، كنحطوه في الزيت بارده. علاش؟ باش هكا كيتقلى لينا مزيان، لان الا حطينا اللوز في الزيت وهي سخونه فكياخذ هذيك اللهبه الاولى ديال الزيت على الوجه ديالو، كيتحمر من الوجه ديالو فقط، لكن الداخل ديالو كيبقى ابيض. وهكذا الوقت اللي كنطحنوه فما يعطيناش ديك اللذه اللي حنا بغينا، وهكا ما غيجيوش الصفوف ديالنا او سلو او تقاوس ما غيجيوش فيهم ديك البنه ديال اللوز. هنا كي كتشوفوا معايا اللوز من بعد ما خرجته من الزيت، شوفوا معايا انا الحبه ديال اللوز مقسوم على جوج. كيف كتشوفوا معايا نفس اللون اللي كاين على برا كاين لداخل في اللوز، يعني اللوزه كامله تحمرات. هنا عندي الزيت اللي قليت فيه اللوز. بالنسبه للكميه، هنا عندي كاس كبير يعني تقريبا 2 كيسان ديال العنبه. هنا ضفت عليه رابعه ديال الزبده. بالنسبه للزبده تكون الزبده ديال العبار. ما تنطلقوش البوطه، تنديروا نار متوسطه. تنديروا ديك الزبده على هذاك الزيت وكنخليوها حتى كتذوب لينا الزبده، وحتى ما كيبقاش فيها داك الماء، يعني كيتبخر داك الماء اللي تيكون في الزبده. ما تنخليوهاش كطيب حتى كتولي نوازيط، لا، غير مني كيبان لينا بداو كيطلعوا دوك الفقاعات. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها. مني كتوصل هكا صافي، هنا ما بقى ليا غير نصفيها. هنا كنصفيو الزبده ديالنا، كتشوفوا اللون ديالها كيفاش داير. غادي نرجع هذيك الزيت والزبده، غادي نرجعهم للكاسرول ونديرهم ثاني فوق العافيه على نار مهيله. وهنا غادي نضيف عليهم واحد الاضافه اللي غنضيف عليهم 2 زلايف ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق الكميه اللي هي نص كيلو، يعني كل زلافه عندي فيها رابعه. انا مازال غادي نشارك معكم المقادير كامله ان شاء الله مضبوطه. هنا بالنسبه للدقيق فاش كنرميوه اول مره كيبان لينا بحال كيبدا كيتكور لينا، لكن مع ديك السخونيه ديال الزبده وديال الزيت كيبقى يتطلق حتى كيولي سائل. وهكذا كنبقاو كنخدموا هذا الدقيق مع الزبده والزيت فوق العافيه، يعني ما تنخليوش يعني واحد الوقت كنمشيو نغيبوا عليه، لا كنبقاو حداه. كنكونوا تنخدموا شي حاجه حدانا في الكوزينه، وفي نفس الوقت حنا كنحركوا هاد الخليط ديالنا ديال الدقيق، لان الدقيق هنا كيطيب لينا في هذيك الزيت والزبده. هنا كيف قلت لكم ضفت نص كيلو ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق فهو الدقيق الابيض، وكنستمروا في هذه العمليه حتى كيتبدل لينا داك اللون ديال الدقيق. وهنا راكم كتشوفوا معايا يعني اللون ديالو بدا كيتبدل. ما كنخليوش حتى كيولي داك اللون ديالو يعني كيبان لينا كياخذ ديك الحموريه، لا، لان الزيت والزبده واخا كنطفيو عليهم البوطه كيبقاو شادين السخونيه ديالهم. فغير كيبان لينا داك الدقيق ديالنا اللون ديالو يعني ولا صابل ولا بحال اللون ديال الرمله، فكنحبسو كنطفيو عليه وكنخليوه، لان مازال الزيت والزبده مازال كيبقاو شادين ديك السخونيه ديالهم، وهكا كيبقى الدقيق ديالنا مازال كياخذ داك اللون ديالو. والسر ديال البنه ديال السفوف كيف قلت لكم، يعني باش كيجي فيه داك المذاق ديال الزميته راه من هنا كيبدا. يعني لا طيبنا
الدقيق ديالنا طاب مزيان، وحتى الدقيق الا قليناه مزيان وجميع المسائل اللي غنديرو في الصفوف ديالنا يعني خدات درجه الحراره الكافيه ديالها، يعني تقلاو على اكمل وجه، فراه غيجيو داك الصفوف ديالنا غتجي فيهم واحد الطيبه زوينه. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طفيت خليته كيبرد في هذاك الزبده والزيت، شوفوا اللون ديالها كيفاش تبدل. بالنسبه للزنجلان، اول حاجه الزنجلان كنخدمو بزنجلان بلدي، ما كنخدموش بزنجلان رومي. كاين بزاف ديال الناس كيقول لك تناخذ الرومي على ود لان ما فيش نقى بزاف وتيكون مقيل. لا بالعكس، حنا هاد الزنجلان غادي نستافدوا منه، يعني غادي ناكلو، فبغينا نستافدوا من القيمه الغذائيه ديالو، لهذا غادي ناخذوا زنجلان يكون بلدي. هنا من بعد ما تنقليو داك الزنجلان، وكيف قلت لكم خاصو يتقلى مزيان، فكنقسم الكميه على 3. هنا كان عندي كيلو ديال الزنجلان فقسمته على 3. هنا كيف كتشوفوا معايا، شوفوا الطريقه باش طحنت، يعني مني قسمت على 3 يعني الكميه الاولى يعني كنطحنها حتى كتطلق الزيت ديالها وتيجيني بحال هكا نتوما كي كتشوفوا معايا. القسمه الثانيه كنطحن لكن ما كنخليش حتى كيولي بحال الزيت. القسمه الثالثه فكنخليها هكاك، يعني ما تنطحنها ما حتى شي حاجه. كذلك بالنسبه اللوز عندي كيلو ديال اللوز، قسمته كذلك على 2، نصف الكميه قليتها والنصف الثاني فسختو وقليته في الزيت، هو اللي قليت في الزيت. هنا بالنسبه لهاد الكميه اللي انا قليتها غادي نطحنها بنفس الطريقه اللي طحنت بها الزنجلان حتى كيطلق اليدام ديالو. وهنايا ملي تنبغيو داك المسائل ديالنا تطلق اليدام ديالها خصنا نطحنوها وهي سخونه، ما كنخليوهاش حتى كتبرد. وقد ما كناخذوا مسائل اللي كتكون بلديه فكتعطينا نتيجه زوينه. يعني حتى اللوز كذلك كناخذوا داك اللوز البلدي. هنا طحنت اللوز اللي كنت حمرته، يعني اللوز محمر بالقشور ديالو، طحنته بالقشور ديالو. هنا غادي نطحن الكميه اللي سبقات لي كيف قلت لكم، يعني عندي كيلو ديال اللوز، نصف الكميه قليته بالقشور ديالو ونصف الكميه فسختو من القشور ديالو وقليناه. هنا كيف كتشوفوا معايا كيف قلت لكم، يعني اللوز مني تنقليوه في الزيت بارده، شوف يعني الحبه واخا تنقسمها على 2 كتجينا محمره من الداخل ديالها كيف كتحمر من برا كذلك، وهكا كتعطينا نتيجه زوينه. بالنسبه لهاد اللوز اللي كنقليوه في الزيت يعني من بعد ما كنفسخوه، فانا هنا غادي نطحنوه في الهاشوار. هنا غادي نتحكم في طريقه الطحين ديالو، يعني ما غاديش نطحنوه حتى كيولي لنا بودر او كيرجع لينا ديك تيطلق لينا الزيت ديالو. حنا هنا محتاجين اللوز يكون مهرمش، هذا علاش طحنته في الهاشوار. لان كيف كتشوفوا معايا بالنسبه للزنجلان وبالنسبه للوز اللي كنت حمرت، يعني ماشي قليناه في الزيت، حمرناه بالقشور ديالو، يعني كذلك كنا طحناه، يعني قسمنا الكميه، كميه طحناها حتى ولات كتطلق لينا الزيت ديالها، وكميه غير كنطحنوها يعني كتولي بودر. هنا كتشوفوا معايا الطريقه اللي طحنت بها هاد اللوز اللي قليت. بالنسبه لهاد الطريقه هذه راه سهله، هادشي راه غادي نتكلم مع الناس اللي كتخدم بالكيلو، يعني هذا راه ممكن في نهار وكتقداوه كتنقيوه كتقليوه كتوجدوه في نهار كيوجد، ما تياخذش الوقت بزاف. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت، هنا جمعت المسائل اللي كانت عندنا ديال الزنجلان واللوز. هنا الكميه المتبقيه ديال الزنجلان كيف كتشوفوا رميتها هكاك. بالنسبه للحبات ديال اللوز غنخليهم حتى الاخر. هنا غادي نضيف المكونات الاخرى. هنا بالنسبه للدقيق فانا حمرته بالطريقه التقليديه، يعني حمرته في الكوكوط كتعرفوا انها كتحمر لنا الدقيق مزيان، واحسن طريقه لتحمير الدقيق هو الكوكوط. كذلك حتى الزنجلان وحتى اللوز اللي غيحمر يحاول يحمر في الكوكوط، لانها كتكون ثقيله وتنديروا ديك النار متوسطه من تحت منها وكتحمر لنا داكشي على حقه طريقه. هنا كيف كتشوفوا معايا ضفت شويه ديال المسكه الحره، يعني من بعد ما كندقها غير في المهراس يعني القليل. هنا ضفت واحد المعلقه ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ومعلقه كبيره ديال النافع فقط. هذا الشيء المقادير كنعطيكم ديال كيلو ديال اللوز وكيلو ديال الزنجلان. ضفت لهم شويه ديال المسكه حره ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه كبيره ديال النافع. هنا عندي الكوزه كتبقى اختياريه، هنا كتشوفوا غير تنحكها هكا كنسم بها.
فكيبقى لكم الاختيار، سواء غادي ديروا الكوزه او ما بغيتوش ديروها، يعني كيبقى لكم الاختيار. هنا كيف كتشوفوا يعني حكيت شويه، وغادي نضيف واحد الملعقه ممسوحه ديال القرفه، يعني ملعقه كبيره ممسوحه، يعني ماشي ديك المعلقه العامره. ما تنبغيش داك اللوغو ديال القرفه يكون مجهد في السفوف. وهادو هما المكونات اللي درت، ما غنزيد عليهم ما نقص عليهم من غير الدقيق. وكذلك غادي نضيفوا سكر كلاصي باش غادي نحليو هاد الصفوف ديالنا. هنا كيف كتشوفوا معايا كنحاول ندمج المكونات اللي خدمت في هاد الصفوف هادو، ومن بعد غادي نضيف ليهم الدقيق اللي حمرت في الكوكوت. وكذلك غادي نضيفوا سكر كلاصي. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا استعملت كيلو ونص ديال الدقيق مع كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الزنجلان، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه ديال النافع، في كيلو ونص ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق كيلو ديال الدقيق حمرته في الكوكوت اللي هو هذا كيف كتشوفوا كيف تيجي. يعني الواحد يحاول يحمر داكشي كيف قلت لكم، يعني تحمر مزيان باش كتجينا نتيجه مزيانه. بالنسبه نص كيلو ديال الدقيق الاخر اللي باقي ليا راه هو اللي ضفت مع الزبده والزيت، يعني حتى هو حمرناه في الزبده والزيت. اذا انا غادي نبقى هنا ندمج في هاد العناصر حتى تندمج مع بعضها. هنا ما غاديش ندلك، غير كنحاول ندمج العناصر. بالنسبه للدليك انا غادي نشارك معكم واحد السر اخر ديال الدليك. هنا غادي نضيف الدقيق اللي حمرناه في الزبده والزيت اللي هو هذا. غادي نضيف نص كيلو ديال سكر كلاصي، كنقص منه كاس ديال العنبه بالعبار اللي كنقص من هذاك نص كيلو. يعني انا كنعطيكم المقادير مضبوطه ديال كيلو ديال الزنجلان، كيلو ديال اللوز، كيلو ونص ديال الدقيق، نص كيلو ديال السكر كلاصي. ما غاديش نستعمل العسل. بالنسبه للسكر كلاصي خصو يكون سبيسيال. وهنا كيف كتشوفوا معايا غادي نخدم العجانه، يعني العجانه هي اللي غادي تدلك لينا هذاك السلو طريقه زوينه الصراحه، وطريقه ما نقولش لكم عليها كتخرج لكم الصفوف صراحه مدلوك مخير. هنا يعني من زلافه ونص حتى لجوج زلايف ديال المكونات اللي كنا جمعنا تنديرها في العجانه، وتندير عليها تقريبا واحد ربيع كاس ديال زيت الزيتون، وكنخليها كتعجن هكا، يعني كتدلك لينا هذاك الصفوف حتى كيطلق المكونات كلها كتندمج مع بعضها وكيطلق مع بعضه وكيعطينا هاد النتيجه هذه. كيف كتشوفوا معايا هذه هي النتيجه المنتظره الصراحه. هنا فين كنا بغينا نوصلوا، وهكا بغينا نخرجوا الصفوف ديالنا. صراحه الفكره ديال العجانه فهي جات من تيرموميكس، يعني الناس اللي تيحضروا سلو في التيرموميكس وما راه عارفين النتيجه اللي كيعطيهم، اللي تيخرج لهم الصفوف ديالهم تتجي صفوف كيجيو رائعين. لكن الناس اللي ما عندهمش تيرموميكس فالعجانه راه هي قادره تعطيك نفس النتيجه واحسن، لانك غادي توجديه بيدياتك. فكيف كتشوفوا معايا كيف قلت لكم، يعني بالنسبه لزيت الزيتون فاحنا كنضيفوا تقريبا واحد ربيع كاس، يعني جوج معالق كبار عامرين ديال زيت الزيتون في كل من زلافه ونص حتى لجوج زلايف ديال المكونات اللي كنا وجدنا. يعني ملي تنديروا ديك زلافه ونص حتى جوج زلايف في العجانه ديالنا كنضيفوا عليها ربع كاس صغير ديال زيت الزيتون وكنخليوها كتدلك لينا. هنا كتشوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالها حتى كتعطينا نتيجه زوينه، والنتيجه اللي بغينا نحصلوا عليها وكتعطينا ديك التعليكه ديال الصفوف. هنا اللي كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، ما شاء الله هذه هي الكميه اللي عطاتني كيلو ديال اللوز مع كيلو ديال الزنجلان مع كيلو ونص ديال الدقيق. صراحه هنا كاينه واحد الرائحه، يعني اش غنقول لكم، الرائحه ديال الزميطه. هنا ملي تنقول لكم رائحه الزميطه والله الا فعلا رائحه الزميطه، وحتى في البنه ديالو، لان داك الدقيق اللي حمرنا في الزيت وفي الزبده والطريقه اللي يعني داك الدقيق حمرناه مزيان، قلينا كذلك اللوز الزنجلان. وهنا راه يمكن لينا كذلك يعني نزيدوا نضيفوا الزنجلان، نضيفوا دوك اللوز هكا كيكون مازال هكا غير كنفسخوه وتنقليوه، كنخليوه حبات كذلك كنضيفوه. هنا كيف كتشوفوا معايا كيف تيجي الصفوف ديالنا هنا، واخا تيبقى واحد المده ما تيجيش داك السلو اللي كيكون لاعب عليه الزيت على الوجه ديالو ملي كنخليه واحد المده، لا كيبقى بنفس هذا القوام.
كتجي فيه واحد الترميله غزاله. كانت هذه وصفتنا ديال هذا النهار اللي كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وإلا نالت الاعجاب ديالكم ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك الناس اللي كيدخلوا القناه اول مره وعجبكم المحتوى ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى توصلوا بكل جديد ان شاء الله. ما تنسوناش من لي لايك ديالكم، من التعاليق الجميله ديالكم، وشكرا لكم دائما وابدا على الدعم الدائم ديالكم القناه. وما بقى لي غير نودعكم على امل اللقاء بكم مره اخرى ومع فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات عالم نوار نت. دمتم في رعايه الله والى لقاء قريب باذن الله.